السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا في احسن حال يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الرز بلبن بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وشوية تريكات كده هقولك عليها لو مشيتي عليها هتطلع معاكي الرز بلبن خطير. لو انت اول مرة تعمليه بالطريقة دي ان شاء الله هيطلع معاكي مظبوط من اول مرة، وكمان طعمه تحفة بيدوب في البوج كده وريحته خطيرة. شايفين ما شاء الله القوام بتاعه؟ علشان هو لسه سخن، كمان لما بيبرد اكتر من كده القوام بيتقل. شايفين ما شاء الله شكله عامل ازاي؟ يلا نسمي الله كده ونخش على الطريقة بتاعتنا على طول. عندي هنا مية حطها على النار زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، يعني كوبايتين مية كبار، طبعا حسب الحجم او الكمية اللي انت هتعمليها. هنا حطيت عليها ربع معلقة من الملح او اقل شوية من ربع المعلقة، وحطيت عليها سكر حسب الرغبة. هدوب كده السكر في المية، وبعد كده اول ما المية بتغلي على طول هنزل عليها بكوباية كبيرة من الرز ده منقوع بالظبط ربع ساعة، غسلته كويس ونقعته كده ربع ساعة. بس الخطوة الأساسية ما تنزليش الرز لما المية تغلي، خلي المية تغلي كده وانزلي بالرز على طول. التقليب المستمر، هفضل اقلب فيه كده، مش هسيب ايدي منه، هفضل اقلب فيه لحد ما القوام بتاعه يتقل زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. شايفين انا لسه هنا ما حطيتش اللبن خالص، هنا ميه والرز فقط. القوام بتاعه تقل، حسيت ان هو كده جرب ينشف معايا، هنزل باللبن على طول. بالظبط اخد معايا لتر لبن، كوبايه كبيره من الرز اخدت معايا لتر بالظبط من اللبن. حط كده رشه من الفانيليا تديها ريحه حلوه بصراحه. تقليب مستمر على نار هاديه، لازم كده ايديك ما تطلعش منه، يعني لازم تقلبي كده تقليب مستمر زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. اول ما احس ان هو تجل معايا هنزل بباقي كميه اللبن واحده واحده كده، هنزل اللبن كله، مش بنزل بيه مره واحده، بنزل بيه على مرتين او ثلاثه. زي ما انتم شايفين كده، اما يجرب يستوي هتحس ان القوام بتاعه تجل، وكمان الحبايه كده لونها اتغير تماما. معلقتين كبار من النشا على معلقتين او ثلاثه من اللبن او ميه بس تكون بارده، هقلبهم كده كويس، وبعد كده هنزل على الرز بلبن بتاعي بس بعد ما يكون استوى، اتاكد ان هو استوى. هقلب كده تقليب المستمر زي ما انتم شايفين كده. طبعا القوام تجل معايا بس مش تجل على الاخر، يعني انا عايزه القوام بتاعه مظبوط، معلقتين الكبار النشا كفايه، ما تكتروش نشا. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. طبعا بتقدميه بالشكل اللي انت حباه. انا بصراحه الرز بلبن في الفخار بيديله طعم تحفه بصراحه، بيديله طعم كده ومزاج خاص. شايفين ما شاء الله، يعني كوبايه كبيره من الرز ما شاء الله عملت معايا كميه حلوه جدا من الرز بلبن. وكمان ممكن تحطي جد اللبن ميه، يعني لو انت حابه تحطي جد الكيلو اللبن ممكن تحطي ميه. وكمان لو انت حابه ما تحطيش ميه خالص، ممكن تحطي اللبن في الاول كده وتسوي فيه شويه الرز، وبعد كده تنزلي باللبن واحده واحده لو انت مش عايزه تحطي عليه ميه. بس الصراحه الطريقه دي طريقه امي، طريقه طعمها تحفه. انا معتمده الطريقه دي من بدري، بتديني احلى نتيجه للرز بلبن بصراحه. بتزينيه بالشكل اللي انت حباه بالشكل ده كده، حابه تحطي عليه مكسرات زي ما تحبي التزيين يرجع لك انت. جربيه بالطريقه دي، انا متاكده لو عملتيه بالطريقه دي هيطلع معاكي ناجح ومظبوط من اول مره. ما تنسينيش بقى في الاشتراك وكمان اللايك والكومنت الحلو لو انت اول مره تشوفيني كده، يا رب يكون الفيديو افادكم. وما تنسوش تجربوه كده وتقولوا لي او تكتبوا لي في التعليقات ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. وكمان اوعي تنسي تحطي اللايك. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.